أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيه. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيه. فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب باليه. أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيه. أين الملوك التي كانت على العرش مسلطنة لقد سقاها بكأس الموت ساقيه. لا شك أن الموت يفنينا ويفنيه. فاعمل لدار غد رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيه. قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيه. وصلاة وسلاما على كمال الوجود وكمال الوجود حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى عليه ربه ثم أمر الملائكة بالصلاة عليه ثم أمرنا معشر المؤمنين بالصلاة عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقعة من بقاع الأرض سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. من هذا المقام القرآني التكريمي الذي أعد تكريما لعميد عموم آل بزيد على عموم مراكز وقرى جمهورية مصر العربية الوالد الكريم رحمة الله عليه عم الحاج محمد مختار بزيد، أسأل ربي جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. مشاركين العزاء لأبنائه الكرام المعلم حسن محمد مختار بزيد والمعلم محمود محمد مختار بزيد. كما جئنا مشاركين علم الفراشة بجمهورية مصر العربية المعلم مقبل محمد مختار بزيد. ومشاركين العزاء للمعلم السعيد محمد مختار بزيد والمعلم سعد محمد مختار بزيد وعمومتهم وابناء عمومتهم أشقاء الراحل الأكرمين الوالد الكريم عم الحاج عبد الله مختار بزيد وابناء عمومته. وفي هذه الليلة القرآنية يتنافس المتنافسون على أداء الواجب في حضرة العلم القرآني وقطب التلاوة سيدنا الشيخ فكري عشيش. أسأل ربي جل وعلا أن يمده بالصحة والعافية. كما يحضر معنا أيضا نجم قراء الشباب بمحافظة الدقالية القارئ المؤدب فضيلة القارئ الشيخ أحمد السعيد الباز، حيث أصطحب حضراتكم في هذه الليلة القرآنية عبد الوهاب عيسى. كما ينقل اللقاء على الهواء مباشرة داخل المؤسسة العالمية والشركة العالمية للصوتيات لعميد الصوتيات بجمهورية مصر العربية المهندس تريا عبد الرحيم تريا تحت السماء المضيء
التهيئة لقصر ضيافة المتنقل ولولاة الإنارة الحديثة لكبرى وأضخم محطات الجيزة الأولاد عميد مقاول الإنارة الحاج عبد سراج، لقصر ضيافة المتنقل وأسطول الفراشة المتحرك، لصناع رداء الريادة في عالم الفراشة عميد مقاول الفراشة المهندس مقبل محمد مختار بزيد، واجب الضيافة والخدمات الفندقية المتميزة لعميد الخدمات الفندقية المتر احمد شاورما واخوته، ترفع التلاوة عبر الشبكة العنكبوتية للعبقري وصانع رداء الريادة لأجهزة التصوير الحديثة محمد الركحي. كل البلاغة أنصتي لبياني، لا قول بعد بلاغة القرآن، ما الفصحة وما أربابها عبر الدنا وعلى مدى الأزمان، ومن خالق الخلائق كلهم من إنس ومن جاني، والله إن اجتمعوا جميعهم لن يستطيعوا أن يأتوا بآية من آي الذكر والتبيان. القارئ العلم وقطب التلاوة وكبير قراء محافظة دمياط فضيلة القارئ الشيخ فكري عشيش، يتفضل صاحب الفضيلة مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما
لتبلغن في أموالكم وأنفسكم لتبلغن في وإذ أخذ الله ميثاق الذين
واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم
والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا
الذين يذكرون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع إنك
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار صدق الله العظيم. أكرم بقوم أكرموا القرآن
وهب له الارواح والابدان قوم قد اختار الاله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. كذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام تجول بنا في بستان القرآن الكريم ليقتطف زهرة من اواخر سورة آل عمران بصوت العذب النبي الشجي ذلكم العلم القرآني وقد التلاوة بمصر والعالم الاسلامي وكبير قراء محافظة دمياط فضيلة القارئ الشيخ فكري عشيش. اسأل ربي جل وعلا ان يجعل هذه التلاوة في ميزان حسناته وقارئ مصر والعالم الاسلامي والمقيم بهذا البلد الطيب واهله. نقلت لكم هذه التلاوة عبر موجات اذاعات جمهورية مصر العربية المؤسسة العالمية والشركة العالمية للصوتيات لامبراطور الصوتيات الاول مهندس ثريا عبد الرحيم ثريا والمقيم بهذه البلدة تحت السماء المضيئة للولاة الإنارة الحديثة وكبرى وأضخم محطات الديزل لعميد مقاول الإنارة أولاد الحاج عبد السراج والمقيمان بسيف الدين قصر ضيافة المتنقل وأسطول الفراشة المتحرك مؤسسة عميد مقاول فراشة المعلم مقبل محمد مختار بزيد واجب الضيافة والخدمات الفندقية المتميزة فريق عمل الخدمات الفندقية والحاصل على علامة الجودة لعميد الخدمات الفندقية المتر احمد شاورما والمقيم بمنشاة الجمال مركز ومدينة مية النص. ترفع التلاوة عبر موجات البث المباشر للعالمي محمد الركن والمقيم بقرية الخديري. كانت هذه التلاوة في ليلة التكريم والتأبين لعميد عمام آل بزيد راحل الكريم رحمة الله عليه عم الحاج محمد مختار بزيد نيابة عن ابنائي الكرام والاعلام المعلم حسن والمعلم محمود والمعلم مقبل والمعلم السعيد والمعلم سعد محمد مختار بزيد نيابة عن اشقائي الكرام نيابة عن الحاج عبد الله بزيد وامام الاسرة الكريمة والعائلة الكريمة باسمهم جميعا نتقدم بخالص شكري لكل من وساهم في هذا العزاء. اخي المعز الكريم بحثت في معجم الذاكرة على كلمات شكر وعرفان اتوجه بها الى حضراتكم لم اجد الا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله وقال الله عز وجل ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. نعود سويا الى واحة القرآن الكريم لنقتطف ايات من البستان العطر بصوت نجم قراء محافظة البقالية فضيلة القارئ الشيخ احمد السعيد الفاز. فما اجمل قول القائل اذ قال لا شيء يعدل ايماني بقرآني فالله احيا به الدنيا واحياني. نعود الى الواحة الفواحة التي لا ينتهي عبرها ولا ينقطع شذاها مع النجم الساطع في سماء دولة التلاوة وابن الطهرية مركز ومدينة شربين فضيلة القارئ الشيخ احمد السعيد الفاز يتفضل صاحب الفضيلة مشكورا.